هل في ادويه ما بيكونش ليها لازمه في بعض الاوقات؟ تعال اقول لك. الاجابه ببساطه بس مش عشان الادويه وحشه، لا اما استخدام دواء كتير بيكون مضر على الجسم وهو اصلا في حلول تانية طبيعيه. تعال اقول لك على شويه امثله. المضاد الحيوي لما بناخده واحنا عندنا برد عادي، كتير بيفتكروا ان المضاد الحيوي ده هيسرع الشفاء، بس الحقيقه ان البرد غالبا مش بيكون فيروس والمضاد الحيوي مش بيأثر عليه. طب البديل ايه؟ الراحه، شرب سوائل كتير، والاكل الصحي. ادويه الكحه للاطفال، معظم الاوقات الكحه بتعدي لو معهاش اعراض تانية، والدواء ممكن يعمل اثار جانبيه. طب البديل ايه؟ ترطيب الجو، شرب سوائل دافيه، وعسل حلو قوي لو الطفل اكتر من سنه. مكملات الاعصاب والفيتامينات للضغط او للكسل، مش كل مره محتاجينها، ممكن التغذيه السليمه والنوم الكويس يحلوا المشكله. مضاد الحموضه اليومي لو مش مشكله مزمنه. الاستخدام المستمر ممكن يضر المعده. طب البديل ايه؟ ناكل اكل صحي، نبعد عن الدهون والاكل المشطشط، ولو لسه تعبان لازم تروح للدكتور. الخلاصه، قبل ما تحط دواء في بقك اسال الدكتور او الصيدلي، لان كتير من الادويه ممكن يكون ليها حل طبيعي، او كل اللي انا محتاجه ان انا اغير ستايل حياتي. وما تنسوش اكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتات، ممكن تكون موضوع الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.